مساء الخير، ازيكم شباب؟ اخباركم عاملين ايه؟ معاكم بنوب وفيديو جديد كالعاده. اخيرا يعني يا رب يكون ده عودا حميدا وعودا مباركه باذن الله في الفيديوهات الطويله اللي بتبقى على اليوتيوب دايما. النهارده عايزين نتكلم مع بعض عن حاجه اتكلمت عنها قبل كده في اكتر من شورت. هنا لو انت على اليوتيوب اكيد شفته، لو على انستجرام او فيسبوك او تيك توك كان على صوره ريلز. اتكلمت عن ايزي جولد او صندوق الاستثمار اللي بيستثمر في الذهب، اللي هو اول صندوق متاح في مصر من خلاله تقدر انت النونو الزغنطاطين بتوع الاستثمار، الناس اللي حابه تستثمر ولسه صغيره دي تقدر تستثمر من خلال انها تقدر تكتتب وتشتري في الصندوق ده. اتكلمت وقلت ان الصندوق ده متاح انك تكتتب فيه عن طريق شركه ازيموت، وشركه ازيموت دي شركه متخصصه في اداره الاصول وبتستثمر الفلوس، وعندها اكتر من صندوق واكتر من منتج تاني. لو حابين نتكلم عنهم بعدين ممكن نتكلم، بس احنا النهارده هنتكلم مينلي عن ازيموت جولد او صندوق الاستثمار في الذهب. النهارده كان 4/6/2023 انتهى الاكتتاب في الصندوق ده، ومعنى انتهاء الاكتتاب يعني ان النهارده انت ما تقدرش تشتري تاني في الصندوق ده، واللي اشترى قبل كده ما يقدرش يلغي الشراء بتاعه او يبيع الفتره دي. بس الصندوق الفلوس اللي تم تجميعها فيه هتبدا تتحط في بنك اسلامي لغايه ما ياخدوا الموافقات من ذوي الاختصاص زي ما بيقولوا ان هم يبداوا يشتروا الذهب ويبداوا يخزنوا الذهب ده بشكل فيزيكالي. وده شركه هي اللي بتعمل الموضوع ده، مش شركه ازيموت اصلا، وممكن الشركه دي نتكلم عنها بعدين برضو. لغايه الوقت ده انت فلوسك محفوظه بنك الاسلامي ده. وليه بقول بنك الاسلامي؟ عشان تبقوا انتوا عندكم معلومه حته ان الصندوق ده مطابق للشريعه الاسلاميه، عشان لو انتوا مهتمين تبقوا عارفين حاجه زي دي. انا شغال برد كتير وبتكلم كتير في الموضوع، بس انت لسه ممكن تكون ما تعرفش يعني ايه ايزي جولد والكلام ده. ده صندوق استثمار اطلقته شركه ازيموت لاداره الاصول، دي شركه ليها اكتر من برودكت تاني. المهم الصندوق ده بيتيح لك انك انت تقدر تستثمر الفلوس بتاعتك في الذهب من غير ما تشتري ذهب عيني او من غير ما تشتري ذهب حقيقي، لو انت الفلوس اللي معاك ما تسمحلكش انك تشتري ذهب. الموضوع هنا سهولته في انك انت لو انت بتدخر جزء من دخلك الشهري علشان تستثمر او على الصندوق ده، هيكون خيار امثل ليك. ليه؟ لان هو بيتيح لك انك انت تشتري حد ادنى 100 وثيقه، سعر الوثيقه 10 جنيه، يعني احنا بنتكلم في 1000 جنيه. فانت ما تقدرش توفر 1000 جنيه في شهر، تقدر توفرها كل شهرين، تقدر توفرها كل 3 شهور. اتس اب تو يو. انت كده هنا مش محتاج ان يكون معاك 20000 جنيه مثلا عشان تشتري جنيه ذهب، او 5000 او 7000 جنيه عشان تشتري نص جنيه او ربع جنيه ذهب، ايا كانت الوحدات المتاح انك تشتري بيها الذهب فيزيكالي. لا، انت ما الا انك انت بتدخر كل شهر او كل شهرين مبلغ معين وتشتري بيه عدد وثائق معينه. احنا بنتكلم زي ما بقول لك 100 وثيقه حد ادنى ب 1000 جنيه. ده في تراكمي او قدام ممكن يبقى فلوسك اللي انت استثمرتها في الصندوق ده بتساوي تقريبا او بتساوي حوالي 50 جرام. فتقدر وقت ما تيجي تبيع بعد 3 سنين، وليه 3 سنين هقول لك برضو قدام، تقدر تسترد مش فلوس، تسترد وقتها سبيكه حجمها 50 جرام. دي لو فلوسك اللي انت مستثمرها في الصندوق ده تساوي 50 جرام. ده لو ما بتساويش 50 جرام هتسترد فلوسك عادي خالص، بس مش اللي انت كنت مستثمرها، لا دي بعد الزياده. ليه؟ لان سعر الوثيقه بيتاثر بسعر جرام في الذهب عموما اللي بيتحدث في البورصه. بالنسبه بقى ليه بعد 3 سنين؟ لان بيكون في مصاريف للاسترداد بتاعك قبل 3 سنين حوالي 4.9%، بتبدا تقل من اول ما انت بتشتري مرورا لغايه ما تخلص السنه الثالثه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت تقدر تسترد الوثيقه او الفلوس بتاعتك او الوثائق كلها او سبيكه الذهب بدون اي مصاريف لو انت كملت اكتر من 3 سنين، يعني مثلا في السنه الرابعه. يعني انا شايف ان ده مده ريزونبل، مده عقلانيه، لانك انت الاستثمار في الذهب عموما ده استثمار لونج تيرم، يعني طويل الاجل. يعني انت اصلا لو بتشتري ذهب كده كده مش هتعرف تستفيد منه لو انت جيت تبيع بعد سنه او بعد 6 شهور، ما عدا بس الفتره اللي احنا كنا مرينا فيها الفتره اللي فاتت من 800 جنيه ل 2300. ده سعر جرام ذهب، ده حاجه ما كناش حد فينا يتوقعها، ودي طبعا ليها ظروفها وليها دنيتها اللي احنا كلنا كده كده مارين بيها وعارفينها. بس في العموم الاستثمار في الذهب ده حاجه طويله الاجل شويه. انت بتشتري وبتركن زي ما الناس كانت بتعمل، زي ما اللي كان شاري ايام ما كان ب 600 جنيه وباع حاليا ب 2000 و2300 وشاف مكسب رهيب. اسال وانت شاري من كام سنه هتلاقيها اكتر من 3 سنين اكيد. الشراء امتى في الصندوق ده؟ ان شاء الله بعد ما ياخدوا الموافقات ويبدا تاني تقدر تشتري في الصندوق ده. بتقدر تشتري يومين في الاسبوع، الاثنين والخميس من كل اسبوع الساعه 11:30. لو انت اشتريت يوم الثلاث او اشتريت يوم الاثنين بعد الساعه 11:30 هتنفذ لك يوم الخميس بسعر الوثيقه بتاع يوم الخميس. انا كابنوب شايف الموضوع مفيد للناس اللي زي ما بقول لك اللي هم صغار المستثمرين او النونو الزغنطاطين بتوع الاستثمار عموما، اللي هم لسه حابين يجربوا موضوع الاستثمار بشكل مختلف، لان هم مش معاهم هم يستثمروا مثلا في سبيكه ب 100000 جنيه او في جنيه ب 20000 جنيه مثلا، او بمعنى تاني هم
حابين يشتروا بس كل ما يبقى معاهم مبلغ يقدروا يشتروا. انت مش كل ما يبقى معاك 1000 جنيه تروح تشتري في السعر الجرام عامل 2000 وكسر حاليا، فانت عايز تستفيد. والموضوع ده في اللونج تيرم انت بتلاقي عامل حاجه اسمها متوسطات. انا حابب يعني كنت حابب اتكلم معاكم بشكل طويل شويه في الموضوع بتاع ازيموت ده. اتمنى لو انت استفدت تعمل سبسكرايب في الشانل هنا على اليوتيوب عشان نبدا المره الجايه او الفترات الجايه ننزل لو حتى فيديو طويل كل اسبوع. هكون انا مبسوط، انا على الاقل هكون مبسوط يعني، لان انا واحده واحده محتاج ارجع للفيديوهات الطويله دي. وتاكد انك انت برضه عامل سبسكرايب ومشغل نوتيفيكيشنز لو انت هنا على اليوتيوب، لان بنزل شورتس تقريبا بشكل يومي. وتابعنا على الانستجرام لان برضه بنزل هناك ريلز بشكل يومي، والتيك توك وكل المنصات هتلاقوا اللينكات تحت في الديسكربشن. ثانك يو فور واتشينج اند سي يو نيكست فيديو. يا ليه فتره كبيره جدا جدا ما عودا حميدا. عودا حميدا. ثانك يو للكاميرا وومن معانا هنا الاستاذه ليدا. شكرا.